هيني ضويت الكاميرا. تحياتي للعشرة اللي بتابعوني، بس بعيد للمرة الثانية، ممنوع دخول جماعة الألوان عندي، لا يشرفني إنهم يتابعوني أو اللي بيدعموا هاي القصص. ممنوع دخول الذكور، هاي القناة فقط للرجال. ممنوع دخول الحركة البسوية واللي بأيدها، أهلا وسهلا في الطيبين. لا للعنصرية لا للحقد، حر أنا فيش حدا بتابعني وأنا قاعد بحمل أرجع. ليس لدينا فروع أخرى. روح. السلام عليكم. ايش يا سعوديين، بعدين معكم. بدكمش تعقلوا، بدكمش تهدوا، بدكمش تكنوا، بعدين معكم، بعدين معكم. شو فيه؟ شو اللي بتعملوه؟ شو بلشتوا 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 اوكي ماشي عشان معلش. بلشتوا تنفذوا اوامر الماسونيين. شو هذا المبنى اللي عاملينه؟ شو هاي الرموز اللي حاطينها؟ مثلثات على المبنى هذا المكعب، مثلثات. ايش هذا؟ شو مثلثات؟ شو مسنية؟ شو بتسووا يا سعوديين؟ شو اللي ماله هسه طويلين البوكسر والرؤوس المربعة والمستطيل بلشوا يسبوا عليه. عاد والله انتوا فاهميننا غلط. طبعا يا جماعة الخير، السعودية الآن قاعدة بتعمل مشاريع زي الدول العربية، وحاليا عندها مشروع اسمه الداون تاون في الرياض، واللي انتوا شايفينه شكل مكعب. تمام، بس ما بعرف كيف العالم ربطته، يعني انه هذا المشروع يعني ما بدال الكعبة قبلة المسلمين ومكان مقدس، ولا يمكن حدا يعتدي عليها، ولا يمكن حدا يعني يقلدها. يعني انت مسلم عاقل ربنا كرمك، يعني معقول تصير تصلي اتجاه الداون تاون؟ ولا انتوا عملتوها انه هاي للعبادة وهاي للسياحة، ولا كيف بالضبط؟ بس فهموني يعني. واللي طلع أضقع من هيك، اللي طلع يغرد كثير تغريدات متخلفة، تمام، انه بيحكي بلشوا ينفذوا أوامر الماسونية. شو مصدرك؟ اليوتيوب العربي ومنصات التواصل الاجتماعي راح تشهد لشخص اسمه الصقر، اللي هو أنا أخوكم الصغير، طلع وواجه العرب والمسلمين إنه قال لهم أنتم المؤامرة مش الماسونيين، أنتم المؤامرة نفسها. وقبل فترة طويلة بال 2014 طلع هاشتاج اسمه افصلوا النت عن العرب المتخلف. هذا الهاشتاج لازم تضلكم تتغنوا فيه. لو اخذتوا في الهاشتاج اللي طلعته كانت خلصنا من المتخلفين والحاقدين والعنصريين والجهلة اللي بيستغلوا جهل العالم. قبل ما أكمل، يا ريت العالم اللي بتطلع بتنتقد قلبها عن جد على الأمة. يا ريت العالم اللي بتطلع تنتقد قلبها على العرب والمسلمين. 70 إلى 80% كذابين ومنافقين، كلهم بدهم شهرة ومصاري أو يعملوا حالهم أبطال وهميين. ما بتروح إلا على الناس اللي انتوا عارفينهم، اللي مسخمين، اللي عن جد زعلانين على اللي بيصير. بس فيش حدا بيحكي منطقي يعني. كل دولة فيها المعارض والمؤيد. أنا ما لي علاقة، ومن حقهم إنهم يعارضوا ويأيدوا. ويا ريت طلعتوا مثلا انتقدتوا الرقص، الحفلات، بنقول بنمشي لكم إياه، قلبكم على الدين وزعلانين على إنه العرب سابت عاداتها وتقاليدها، الحشمة والستر، بنمشي لكم إياه مع إنه أغلبكم منافقين. أما تطلعوا تهبدوا وتقولوا لي كعبة للعبادة وكعبة للسياحة، ايش في مشروع عادي شكله مكعب، مش اول مشروع، كثير صارت مشاريع على شكل مكعب وعلى شكل مربع. يا اخي كان عملتوه مستطيل، كان عملتوه مثلث. لا مثلث بتزبطش لانه خلص ماخذين انهم ماسونيين وهم ناسين انهم هم المؤامرة. أمة إقرأ صارت أمة إجهل. أمة إقرأ اللي ربنا عزها سابت العزة واشتغلت في بعضها. يعني مش طبيعيين، شو مالكم عليهم يعني؟ ايش اللي عملوه يعني؟ عدم المؤاخذة يعني. معقول يعني انت من كل عقلك او انت انه نصير نصلي باتجاه هذا المبنى؟ شو في يا جماعة؟ ايش اللي قاعد يصير؟ عم ينتقد الشغلات السفيهة، انهى عن المنكر وامر بالمعروف، بنمشيها. اما تقعد تحلل لي هيك قصص، وزي ما طلعتوا لي اهل السعودية انهم بلا دين ولا ضمير ولا ايش فيه؟ يا زلمة انتوا والله ما فاهمكم، والله ما فاهمكم. خلص عاملين مشروع داون تاون، شغل سياحة، شغل ترفيه، شغل تجارة، يعني مول، يعني كله من كله. تمام، بس يصير في مثلا رقص وحفلات، روح انتقد وفرجينا شطارتك. اما تقعد تهبط تقول لي ينفذون اوامر الماسونيين، يعملون كعبة جديدة. يا زلمة شو مالكم عليهم؟ هاي كل السلافة مضلش في حكي. لساحة السوشيال ميديا صارت عبارة عن خبث ونفاق وحقد وتفاهة وسفالة. بس هاي السلافية وين رايحين يا أمي؟ خليهم الله يوفقهم، الله يرزقهم. افتح مشاريع عندك في دولتك، افتح وين مكان. قبلة ما حدا بمسها. ايش
مش قادر يا جماعة. هذا حبيت أوضحه بس، لا هي مؤامرة ولا هي أحية. أصلا إحنا المؤامرة نفسها من يوم ما بعنا ديننا واشترينا الدنيا وبعنا الآخرة. من الآخر هاي شوف المشاهير الموجودين هنا في الدول العربية والمشهورات، روح مين اللي بيدعمهم أولادكم وبناتكم وتسوقوا علينا الشرف. تحية طبعا للطيبين الصامدين، بس الأغلبية اللي بيسوقوا الشرف وبيمشوا مع الخطيئة وهم مش فاهمين. يعني أنا أشوف هذا الإشي بيصني على الواتساب وبيصني على كعبة جديدة وينفذون أوامر ماسونية، وتعاون اليوتيوبر بيصيروا يعملوا له موسيقى وهو بعيش الجو. انسى، وهو نفسه أصلا متخلف. نطفوا الساحة مشان الله، نطفوا الساحة أرجوكم. انهوا عن المنكر، أمروا بالمعروف. أنا بشد بأزركم بس بقلب سليم مش حاقد. ليش تحقد على أخوك؟ ليش تتهم أخوك تهم ما له علاقة فيها يعني، وقصص وسيناريوهات. وبرجع بقول في كل دولة فيها المعارض والمؤيد، ومن حقه يعارض ويؤيد، تمام. ومش بقول لك طبل للظالمين او للفاسقين، بس بقول لك احكي كلام منطقي بس. واضحة يا اخي، بعيد لكم اياها. صدقوا امنوا بالله، اهل السعودية اهل دين واهل خير، بس انتم بدكم تشوفوا الاشياء السوداء وانتم بتتهموهم تهم مش مزبوطة اغلبها. هاي بس حبيت فهمتوا ايش من الحلقة. انا مجنون يا جماعة، اسمعوا من هالمجنون اللي بيطلع قدامكم هيك في مقطع بسيط لانه بحب البساطة. سلام.